السلام عليكم الحباب، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ صحيحه بخير. اليوم غادي نشارك معكم واحد الطاجين بالبصله الخضاريه. الكل كيعرف البصله الخضاريه وهذه هي وقيتها. اليوم غنشارك معكم طاجين ديال البصله الخضاريه بالبيض. ملي كنقيو البصله وكنبقاو بحال هذه كتبقى دابا بيضاء، وكنبقاو في هاد الحمراء ما كنصيبوش كيفاش نديرو لها. كنجي حتى لهنايا وندير لها واحد الذبيحه هكايا، واحد بالموس بحال هكايا، باش كتجيني ساهله تحيد هذه بحال هكايا. شتي ما كنبقاش واحله مع بحال هكا. شتي هي كتحيد بسهوله. وكنجي حتى لهنا، ها هي البصله كتشوفوا فيها راها كبيره ولكن ما فيهاش هذاك قبابو، ديك بحال القبابو كيقولوا لي قبابو، كيكون كيخسر. علاش؟ ملي كتكون البصله الخضاريه هذه هي وقيتها كناكلوها بلا ما حتى توصل ديك اللي كتكون وسط منها في القلب ديالها، كيقولوا لها بقبابو. كنجي حتى لهنايا وكنقطع هذه بحال هكايا وكنخليوها بحال هكايا كما كتشوف. ها هي شتي، ها هي باقا فتيه وما فيهاش هذاك القبابو اللي كيكون الوسط. ومن بعد كنشدوها كنغسلوها وكنرقدوها شويه في الماء، حيت كتكون ما بين سميتها هاد العروش ديالها كتكون تراب، ما كيكون داك التراب الاحمر ديالها. وكاين اللي ما كيردش ليها الباب، ملي كتبداو طيبوها وتاكلوها كتبدا تغرزز ليكم. لا، هنا كترطبيها حتى كتنقى كامله وتحيد منها الماء. وانا غادي نقطعها دابا، وغادي ديال الزيت بعد ما سخنات. هانتوما كتشوفوا البصله كيفاش نقطعها. غادي نرمي دابا. شوفوا راه واخا تبان لكم البصله كثيره راه دغيا كتهبى وكتقلال، ما كتبقاش كما كانت بحال هكايا كثيره. وهنا دايره القزبر يابس ومطحون، دايره مليحه، ودايره شويه ديال التحميره اللي فيمي، ودايره هنا شويه ديال الكمون غادي ومليحه كما كتشوفوا. انا غادي ندير كلشي هنايا، وانا غادي نبقى دابا نحرك هنايا حتى ندخل شويه العطريه هنايا فيها كامله، ونسد عليها ونخليها حتى تشحر مزيان وتهبى. وغادي نرمي البيض، وكل واحد على حساب القياس ديالو اللي عنده ديال البصله وديال البيض، كل واحد على حساب الجهد ديالو. وواخا البصله كتقطع كبيره ماشي مشكل، راه ملي كتهبى كتذوب، راه هي كتذوب شويه، ولكن انا ما كنخليهاش كتذوب، كنخليها شويه باقا شويه شاده. الحلاوه ديال البصله الخضاريه راه هي هذه، خصها تبقى شويه شاده، ماشي تاكلها زعما حتى تمحى، لا. ونعاود نرجع ان شاء الله معاكم باش نرمي البيض. هنا الطاجين هانتوما كتشوفوا فيه، ها هو كيغلي وانا كنرمي. غادي ندير هنايا باش ما نبقاش شي وحده خاسره ولا شي حاجه، ونعود نريح الطاجين كامل. هنا كل واحد كيبقى على حسب البصله، على حسب طويجين، على حسب شتي. ها اللي قلت لكم اخوتي هو هذا. انا لقيت هاد سميتها نعاود نحيد هاد النقيطه. نعاود نرجع هنا معاكم، وانا غادا نبقى بحال هكايا حتى نكمل البيض اللي عندي. انا هذا الطاجين درت فيه 5 ديال البيضات، وكل واحد على حساب الجهد ديال البيض اللي عنده، على حسب الطاجين، على حسب البصله، على حسبه. كما كتشوفوا واحد الرائحه عاطيه من داكشي.
كونوا على يقين بان الطاجين راه كيجيب البصله الخضاريه من داك الشيء بالقزبر يابس مطحون، كيجي واحد الرائحه فيه ما نقولش لكم الخوت. انا غادي نخلط، وباش ما كان غادي نرجع معاكم باش نسدو ويطيب وبصحتكم وراحتكم. اخيرا هذا هو الطاجين ديالي كما كتشوفوا، ها هو باقي كيترتر. زدت عليه شويه ديال المعدنوس وشويه ديال القزبر يابس من الفوق وشويه ديال الكمون، وبصحتكم وراحتكم. هنا خوتي رانا درت المعدنوس، واخا راه ما كيجيش هوايه مع، حيت المعدنوس عنده واحد الطيابه ديالو خاصه مع البيض حتى هوايه، ولكن باش نزوق درت شويه ديال المعدنوس. وبصحتكم وراحتكم.